بداية شهر نوفمبر، قبل ما نتكلم على مقترحات الوجبات اللي انا حطها لكم في الدايت ده، مطلوب منكم شوية حاجات تحطوها حلقة في ودنكم، وهي انا محتاجة اشرب مية كتير. هوزع كمية المية اللي انا قادرة اشربها عشان هي على حسب مقدرتك على طول النهار، مش مرة واحدة. ولازم ابتدي يومي بكوبايتين من الميه. حلو. الميه بقى حطيتي فيها موارد، زهر، ليمون، نعناع، فاكهه، تمام، ما عندناش اي مشكله. مشروباتك اللي هي اليانسون، الشاي، كل الكلام ده محسوب من الميه اللي انت بتشربيها، فما فيش مشكله، تقدري تشربي مشروبات سخنه. بس اهم حاجه السكر، هو ده اللي عندنا فيه مشكلة. لو انت دي اول مرة هتبتدي دايت وعايزة تبتدي وتتشجعي وبتشربي مشروبات كتيرة فيها كمية سكر كبيرة، فهتقللي كمية مشروباتك للنص وتقللي سكرك للنص. باخد 6 كوبايات هخليهم 3، تمام؟ وفي ال3 دول انا باخد في كل كوبايه معلقتين من السكر، هحط معلقه واحده، اوكي؟ وبعد كده هتمشي على الدايت عادي، مفيش اي مشكله، وهتخسي وهتبقي زي الفل بالتدريج زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، وبعدين بالتبديل. الدايت ده ممكن تبدلي ايام بايام، مفيش مشكله. مشروبك المفضل ايا كان هو قهوه سريعه الذوبان او شاي بلبن، معانا مفيش اي مشكله خالص، بتشربيه الصبح مع الفطار. ولو عايزه تشربي تاني وتالت مفيش مشكله، بس زي ما اتفقنا بنقلل السكر او بنشيله خالص، ده اذا قدرنا. المطلوب من اي دايت في الدنيا انه يكون قليل النشويات وكثير الخضروات ومعتدل في الفاكهه، تمام؟ حلو كده. فاحنا محتاجين ان احنا نقلل نشوياتنا على قد ما نقدر. نشوياتنا رز، مكرونه، وعيش، طبعا ده اساسي. وبنكتر في الخضار وبناكل فاكهه بس باعتدال. وبكتر بروتين طبعا، يعني خضار كتير، بروتين كتير، فاكهه معتدله، نشويات قليله، ومقلي ممنوع، وكمان حلويات بقللها بشكل كبير جدا 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 على قد ما اقدر. لو اقدر امنعها خالص بمنعها او ابدلها بحلويات صحيه، يعني اخد بقى من الفاكهه، اخد من معلقه العسل، اخد من الشوكولاته الدارك، اخد كده لو اقدر. عندنا بقى دلوقتي بالنسبه لوجبات الدايت في الفطار، انا عامله لكم العيش يوم او يوم لا، لو تقدروا برضو على حسب مقدرتكم. يعني لو تقدري يوم تاخدي ربع رغيف مع وجبه الفطار بتاعك، ويوم لا يستحسن. ما تقدريش خلاص يبقى هو ثابت معاكي ربع رغيف الصبح مع وجبه الفطار بتاعتك، تمام؟ عندنا بقى اول يومين، تعالوا بس نلبس النضاره الاول كده عشان نركز. اول يومين الفطار هيكون بيض مسلوق، عدد 2 بيضه مسلوقه، وجبنه قريش، قطعه جبنه قريش. معايا مشروبي يوميا عادي اللي احنا بنحب نشربه، بتشربي شاي بلبن او قهوه براحتك خالص، مفيش اي مشكله. السكر بتاعك بتحاولي لو يعني تقدري انه طبعا نقلله لنص كميه السكر اللي احنا متعودين عليها، ده ضروري جدا، لحد ما نحاول ان هو بقى خلاص معلقتين سكر في اليوم كبرنا. واول يومين زي ما اتفقنا بيض مسلوق وجبنه قريش. تاني يومين فول، 4-5 معالق فول معاهم معلقه زيت وجنبهم علبه زبادي. اللي هما اليومين اللي بعدهم جبنه قريش مع فلفل رومي وجرجير وخيار وزبادي مع علبه زبادي. واخر يوم اللي هو سابع يوم بيكون يا اما طبق بليله يا اما شوفان باللبن معاهم رشه قرفه وعسل للتحليه. لو عايزه تزودي في سابع يوم سلطه مفيش مشكله، عايزه تزودي ثمره فاكهه مفيش مشكله. عندنا في الغدا
اول يوم بيكون الغداء سلطه تحتوي على عدس اسود، بتنجان مشوي، كوسه مشويه، حمص الشام. الحمص اختياري بس انا بحب احطه قوي في السلطه دي، خيار، بصل احمر، طماطم، بقدونس، والدريسنج بيكون ليمون وزيت زيتون وملح وكمون. تمام. طبعا نقدر نشيل منها لو حاجه مش موجوده، مفيش اي مشكله. تاني يوم الغدا بيكون ايه؟ بيكون سمك مشوي باي طريقه، ومحدش يكسل يشتري سمك مشوي ويقول اصل السمك المشوي صعب اشتريه. انا فاهمه طبعا ان هو ممكن جدا يبقى صعب نشتريه، فمش مهم خالص ان السمك المشوي يبقى السمك اللي بالرده اللي عند الراجل مش عارفين نجيبه منين. لا 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 خالص، سمكية بلطي، سمكية اي نوع في الدنيا هنحط عليه زيت وليمون وندخله الفرن عادي جدا هيطلع سمك مشوي. ملح بقى، كمون، توم، كزبره، بهاراتك براحتك، بقدونس، كرفس، جزر، منكهاتك، عيشي حياتك. تالت يوم في الغداء عندنا كوسه مطبوخه او فاصوليا مطبوخه. خدي الطبق اللي يشبعك، مطلوب منك في الدايت تشبعي. لو قمتي جعانه يبقى في مشكله، بس تشبعي ازاي؟ هو ده المطلوب مننا. مش بس بنشبع بالنشويات، مش بالعيش وبالرز وكده بس، لا، بنشبع بالخضار وبنشبع بكميه السلطه، بنشبع. فمطلوب مننا ان احنا يا اما ناكل طبق كوسه مع لحمه مع فراخ براحتك، مع سلطه خضراء، مع 4 معالق رز، فيا كوسه يا فاصوليا، ومعاكي طبق الفاصوليا لحد ما تشبعي. الرز بس هو اللي 4 معالق. بعد كده الغدا عندنا هيكون اليوم اللي بعده شوربه خضار فيها كل انواع الخضار اللي تقدري تحطيها. يستحسن تبقى من غير بطاطس لو تقدري، لو حاسه ان انت بتحبيها بالبطاطس حطي بطاطسايه صغيره. معانا ربع فرخه مسلوقه او مشويه، او طبعا ممكن تبقى قطعتين لحمه اذا حتى عايزه تحطي لحمه. بعد كده اليوم اللي بعده هبتدي باي طبق سلطه من اختياري، يعني هقوم اعمل طبق السلطه اللي موجود، اي ان شاء الله يبقى طماطم وخيار وبقدونس، معاها شوربه عدس. يعني ابتدي بالسلطه الاول وبعدين اتغدى شوربه عدس. شوربه عدس معاها ربع رغيف من العيش المحمص، وممكن يبقى نص رغيف عيش محمص لو العيش صغير قوي، وشوربه عدس لحد ما اشبع وتقفل معايا. بس هبتدي بالسلطه. عندي بعد كده اليوم اللي بعده تقريبا ده سادس يوم، عدد 2 بطاطس مشويه او مسلوقه ومهروسه، معاهم خضار سوتيه عباره عن كوسه وفاصوليا وجزر، مع صدور فراخ مشويه في الفرن او كفته. تمام تمام. اليوم الاخير الغدا هيكون، عشان كاتباه في حته تانيه بس معلش، هيكون مكرونه 4 أو 5 معالق مكرونه من اي نوع مكرونه انتي بتاكليه، ان شاء الله حتى مكرونه بشاميل، معاها اي نوع بروتين، ممكن تبقى كفته، ممكن تبقى لحمه، ممكن تبقى فراخ. لو هي مكرونه بشاميل فخلاص هي فيها اللحمه المفرومه، جنبها طبق سلطه محترم. ده بالنسبه لسابع يوم. العشاء عندنا بقى، في العشاء اول يوم هنتعشى بطاطايه مشويه ايا كان حجمها، مفيش اي مشكله، بس هي بطاطا مشويه بس. ده عشاء اول يوم. تاني يوم عندنا علبة زبادي يوناني مع تفاحة. اوكي، ده تاني يوم. تالت يوم هنتعشى توستاية واحدة او ربع رغيف، معاهم جبنة بيضة او قريش مع خيار وطماطم وفلفل، مع بيضاية مسلوقة. رابع يوم زبادي وتفاحة او موزة. خامس يوم سلطة تونة، ده العشاء. سادس يوم 2 علبة زبادي عادي مع خيار. عشاء سابع يوم هيكون علبة زبادي يوناني معاها بطاطاية، ونقدر نبدل البطاطا المشوية بأي نوع فاكهة أو نوع خضار انتوا عايزينه، مفيش مشكلة خالص. البطاطا مع الزبادي اليوناني مشبعين جدا جدا جدا. الزبادي اليوناني بيشبع أكتر من الزبادي العادي، ده أكيد. عايزه اقول لكم ايه كمان، هنزود شرب الميه،
هنحط المشروب بتاعنا بتاع الكرفس معانا في نظامنا الغذائي، يوم ويوم لا. كل يوم نشرب كوبايه كبيره، يعني يوم ويوم لا نشرب كوبايه كبيره كرفس، ليمون، نعناع، ونضربهم في الخلاط. ونحط بقى، ممكن نحط جنزبيل، ممكن نحط كيويهايه، ممكن نحط نص تفاحه تدينا طعم، مفيش اي مشكله، هيساعد على نزول الميه ومفيد جدا جدا جدا. هنزود برضو الشاي الاخضر في مشروباتنا، نحاول نقلل السكر على قد ما نقدر، نتحرك على قد ما نقدر عشان يدينا الدايت ده نتيجه ممتازه. بس كده.